السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده قلت ما اعمل فحص للبيض. طبعا التوأم كان فقس وعدى 10 ايام ومفيش اي، لا كان 9 ايام يا ربي، مفيش اي بيض فقس. فقلت اما اكشف عليه اشوف البيض فيه سلاحف صغيره ولا لا. فطبعا ثبت الموبايل كده، بس طبعا الكاميرا مش كانت جايباه، فقلت اما اثبت الموبايل كده واحط البيضه فوق الموبايل بس بحرص شديد جدا نفس اتجاه البيضة، اشيلها واحطها بنفس الاتجاه، واخد بالي كويس جدا ان البيضة ما تتقلبش مني ولا تتهز، عشان لو فيها سلاحف ما تموتش لا قدر الله. وطبعا هنا العلامة اللي بنعملها بالقلم الرصاص بتكون مهمة جدا جدا، عشان لما نعمل كشف على البيض او البيض لا قدر الله يتحرك من مكانه نبقى عارفين اتجاه البيضة عامل ازاي. هنا طبعا دي البيضة المنورة دي ما فيهاش جنين، اما البيضة الضلمة دي فيها جنين. فحبيت اوريكم الفرق بين البيضة المخصبة والبيضة الغير مخصبة. بتبقى بتبان جدا جدا على كشاف الموبايل. طبعا ما بنصحش اي حد انه يعمل الموضوع ده. طبعا هو عدى 90 يوم او يمكن 100 يوم كمان على البيض، ما كشفتش عليه قبل كده، عشان فيه بيبقوا مستعجلين وبيبتدوا يكشفوا عليه من بعد 30 يوم او 40 يوم. انا ما بفضلش كده، انا سبتها بظروفها وقلت زي ما يحصل يحصل، بس عشان خاطر اتأكد في سلاحف ولا لا. لان طبعا 10 ايام او 9 ايام كتير، فقلت بقى اما اكشف. فاحسن طريقة ان احنا نجيب البيض في اوضة مظلمة زي ما حضراتكم شايفين كده، تبقى ضلمة مفيش لمبة منورة، ونبتدي نحط على الكشاف بتاع الموبايل. شايفين البيضة الضلمة دي بيبقى فيها سلاحف صغيرة، وناخد بالنا كويس جدا جدا. مش عايزة اي اطفال يعملوا الحكاية دي. هو الاحسن طبعا ان احنا نشوف البيض وهو في مكانه. هنا شايفين البيضة منورة ازاي، اما البيضة التانية كانت ضلمة خالص. فالبيضة المنورة دي ما بتبقاش مخصبة. تمام. فدي اسهل طريقة ان احنا نقدر نعرف البيض مخصب وفيه سلاحف ولا لا. فالطريقة دي مضمونة 100%. وزي ما قلت لحضراتكم موضوع العلامة بالقلم مهمة جدا، بس يكون قلم رصاص مش قلم فلوماستر او الوان، عشان طبعا الرصاص زي ما هو زي ما بنكتبه على البيضة زي ما بتبقى بيفضل زي ما هو على القشرة بتاعة البيضة. اوكي. اما الفلوماستر ممكن يتسرب لقشرة البيضة من جوه ويأذي السلحفة. تمام. اهو انا جايبه لكم الاتنين جنب بعض عشان تقدروا تشوفوا الفرق ما بينهم، البيضه المنوره والبيضه الغامقه. البيضه المنوره دي، يا رب الفيديو كده يكون فات حضراتكم. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله. باي باي.